السلام عليكم ورحمة الله. فيديو اليوم يتعلق بالمبعوث الثقافي الجزائري، حيث قامت قناة الجزيرة الوثائقية بإعداد روبورتاج حول الطرب الغرناطي ونسب الحفاظ وتطور هذا الطرب الجزائري الأصيل إلى المغرب واليهود المغاربة تحديدا، وهذا أمر خطير جدا، لأن نفس القناة كانت قد منذ سنوات قد أعدت روبورتاج حول الطرب الغرناطي، وذكرت أنه تطور وترعرع في مدينة تلمسان، وانتقل خلال القرن الماضي، من العشرينات القرن الماضي انتقل إلى وجدة المغربية المدينة الحدودية مع الجزائر. لكن هذه المرة تم تغيير الروبورتاج، وهذا دليل أن هناك مؤامرة تحدد التراث الجزائري من قبل قناة الجزيرة الوثائقية. وهذه ليس المرة الأولى، حيث كانت قد بثت من قبل روبورتاج حول الراي أنه أصله من وجدة، ونشاهد أن الراي قد تم تسجيله في اليونسكو باسم الجزائر ولم يعترض المغرب، لأنها كلها أكاذيب. وهذا أمر خطير أن قناة الجزيرة تستمر في زرع الأكاذيب وتشويه صورة الجزائر. وهذه كذلك قامت خلال السنوات الماضية بإعداد روبورتاج والتشكيك في الحدود الجزائرية، ولم تقم بعمل تحقيق أو استقصاء حول الحدود الجزائرية بالخرائط القديمة، أو حتى ربما يتدخل ربما حتى أشخاص من خارج الجزائر والمغرب، لكنها قامت بتبني الأطروحة المغربية الكاذبة. لذا نطالب من وزارة الاتصال، وزارة الثقافة، وزارة الخارجية التحرك فورا. أنا مع الحرية وضد إغلاق المكاتب، لكن يجب الآن إغلاق مكتب الجزيرة مع استمرار الجزيرة في ضرب الجزائر. كذلك أوجه رسالة إلى كل العاملين في القناة الجزائرية من الجنسية الجزائرية، الجزيرة من الجنسية الجزائرية، أن يتحركوا وعدم السكوت على هذه المغالطات المتكررة. لنعلم فقط أن ربما الطرب الغرناطي يحتوي على مقامات من المقامات التركية، وهذا دليل أنه ترعرع في تلمسان وأنه جزائري محض. وقبل سنوات فقط هؤلاء نفس الأشخاص الذين كانوا يتكلمون عن فضل عبد الكريم دالي وبن غبريط في إدخال هذا الطرب إلى المغرب، الآن يقولون أنه تطور وترعرع بفضل اليهود المغاربة، وهذا كذب كذب كذب. لذا يجب عدم السكوت. يجب أنا الآن أدعو عدم البقاء في هذا الصراع بطريقة تقليدية مع المغرب. الآن الحلويات الجزائرية كلها تسرق، الأطباق الجزائرية تسرق وتنسب للمغرب، وحتى الألبسة التقليدية الآن نلاحظ البلوزة، وحتى ربما ليس لديهم تاريخ وليس لهم أرشيف، يسرقون الأرشيف الجزائري على أساس أنه مغربي، وهذا ربما تطور خطير، وهذا بمباركة العاهر المغربي، وذلك بشهادة هؤلاء الذين يقولون أن العاهر المغربي هو من يقال لهم يجب فعل ذلك، كالشيطانة الخياطة الوجدية المتنبه التي تقوم بسرقة كل التراث الجزائري حتى الزي الأمازيغي القبائلي. لذا نحن الآن في مرحلة خطيرة، يجب عدم كما قلت التعامل مع هؤلاء بالأساليب التقليدية، سواء من الدولة الجزائرية أو حتى ربما من الأشخاص الغايرون على هذا الوطن. نتوجه نحو استعمال معهم ربما حتى القوة واستعمال أشياء أخرى، لأن نحن في حرب حقيقية، وهذه ليس حرب ثقافية عادية. نحن الآن في حرب حقيقية مع هؤلاء الأعداء. يجب عدم السكوت، لأنهم تمادوا كثيرا كثيرا كثيرا، وهؤلاء أطماع المغرب والمخزن معروفة في دول الجوار، في أطماع، لأنه دولة فقيرة، لا ثقافة، لا أخلاق، لا هوية لها. لذا نطالب السلطات الجزائرية العليا التحرك فورا ضد هذه القناة، وكذلك ضد هؤلاء الجردان، لأنهم بدون أخلاق وبدون تربية. ومعروف أن المغربي وخاصة المغربي شنطة بدون تربية وبدون بدون 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 أخلاق. يجب عدم السكوت
والتحرك فورا، لأن الأمر خطير فعلا. ينسب كل ما هو جزائري إلى اليهود المغاربة، لأنهم جبناء يختفون وراء اليهود، لأن ربما يقول اليهود لديهم اليد الطولى في العالم. لذا عدم السكوت. حتى مرة شاهدت إعداد المربع على الطريقة الجزائرية وتقول أنه مربع يهودي. هذا إنجاز المغاربة، إنجاز فعلا. لا تربية، الأخلاق. تجدها امرأة كبيرة في السن وتقوم بإعداد فيديو وتقوم بإعداد حلوى جزائرية وتقول من حلويات الأجداد. لذا يجب عدم السكوت على ذلك والتحرك فورا، وإغلاق مكتب قناة الجزيرة في الجزائر. نطالب بإغلاق هذا المكتب، ونقول زملاء في المكتب عذرا، لكن ربما الجزيرة لم تخجل ولم تقم بأي عمل ضد هؤلاء، هي التي ربما تساهم في نشر هذه الأكاذيب منذ عدة سنوات. منذ عدة سنوات كما قلت تساهم في نشر هذه الأكاذيب، وهي تستهدف الجزائر بطريقة. لأن عندي أصدقاء ربما يتعاملون مع قناة الجزيرة في إعداد روبورتاجات، وحتى ربما إعداد بروبورتاج أو حتى طرح موضوع، ربما يقوم هناك أخذ ورد في قبول ذلك الموضوع وتجسيده على أرض الواقع. لذا أنا أعتقد أنها هي تقوم من بين الأداة الإعلامية التي تدعم المخزن بطريقة غير مباشرة. نعلم كلنا أن دولة قطر تدعم المخزن وتدعم المخزن في احتلاله للصحراء الغربية، والآن يجب عدم السكوت ويجب التحرك فورا. والسلام عليكم.